السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معاكم قناة سدرة لقراية الفنجان. هسيب لكم رقم الواتساب للقراءات الخاصة اسفل الفيديو زي كل فيديو بتشوفوه. اللي محتاج اي حاجة يخش يكلمني وانا هرد عليه في اسرع وقت. يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو نشترك في القناة ونفعل زر الجرس علشان يوصلنا كل جديد، وتكتبوا لي في الكومنتات رأيكم في القراية، وهل الكلام ده فعلا صح ولا مش صح. واللي محتاج اي حاجة يخش يكلمني في الكومنتات. وتعالوا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الفيديو. النهاردة معانا برج العقرب. برج العقرب شخصية قيادية، يعني ان هو شخص بيحب ان هو اللي يبقى متحكم في كل حاجة، شخص هو اللي يبقى محدش ريس عليه، هو اللي يبقى ريس عليهم. بيسامحك في مرة واتنين وتلاتة وقلبه طيب جدا جدا، بس ساعة ما خلاص انت بيتخزن منك جامد بيلدعك بقى. عشان كده اسمه برج العقرب. تعالوا نشوفوا برج العقرب النهاردة بيقول ايه. تعالوا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. برج العقرب. بسم الله بسم الله بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. برج العقرب، انت عندك شوية مشاكل في حياتك، شايل حمل كبير قوي. تمام، عندك مشاكل في حياتك وشايل حمل كبير قوي. مفيش راحة يا برج العقرب، دايما دايما قاعد تفكر ومفيش راحة يا برج العقرب. عندك مسؤوليات كبيرة قوي، مش عارف تواظب في امورك. تمام، عندك طفل معذبك، عندك طفل معذبك او تعبان بقى سلوكه، الكلام ده كله. انت عندك طفلين في حياتك يا برج العقرب ملزمين منك، صح كده؟ في طفلين في حياتك ملزمين منك يا برج العقرب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. برج العقرب، انت عندك راجل كبير تعبان قريب منك قوي. في راجل كبير تعبان قريب منك قوي، بيستنجد بيك يا برج العقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت حبايبي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. برج العقرب، انت في حد في حياتك حرف الايه، بحرف الايه. هيحصل عندك تجمع عن قريب يا برج العقرب، هيحصل عندك تجمع. اذا كان تجمع اسري، اذا كان تجمع اصدقاء وزمايل، بس هيحصل عندك تجمع. تمام يا برج العقرب. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة الا بالله. برج العقرب، انت عندك هموم كتير، انت الفنجان بتاعك مش عاجبني نهائي يا برج العقرب. وزي ما قلت لك انت هيبقى عندك في تجمع في البيت عموما. وخلي بالك يا برج العقرب، التجمع دوت مش تجمع يعني في حاجة وحشة، وان شاء الله تجمع قوي، يعني هيديك دافع لحاجة، يحسن نفسيتك ومزاجك، هيحسن من حالتك. تمام، انما مش تجمع فيه حاجة يعني. بسم الله بسم الله بسم الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انت عندك طفلين يا برج العقرب، منهم طفل دايما حزين. عندك طفلين منهم دايما في طفل حزين، حاول ترقيه يا برج العقرب، وحاول تتقرب من الطفل الحزين دايما.
حاول ترقيه. وعندك ست كبيرة دايما متدخلة في حياتك يا برج العقرب، والطفل الحزين ده على طول يعني خايف منها. حاول تشوف يا برج العقرب، عندك طفلين، في طفلين واحد منهم حزين، وفي ست كبيرة الطفل الحزين ده على طول خايف منها. حاول يا برج العقرب تشوف مين الشخصية دي. بسم الله بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بص يا برج العقرب، أنا شايفة إن في رزق جايلك عن قريب إن شاء الله. في رزق، يعني أنا شايفة هنا حيوانات، ورموز الحيوانات اللي موجودة في الفنجان خير. فأنا شايفة إن في رزق جايلك يا برج العقرب، بس حرص في حد يا برج العقرب بيتمسكن. عارف اللي هما بيقولوا بيتمسكن لحد ما يتمكن. انت عندك في حياتك حد بيتمسكن لك يا برج العقرب. حاول تراجع حساباتك وتشوف مين الشخصية دي، وتحاول تتجنبها نهائي يا برج العقرب. في مشاكل في بيتك مع زوجتك أو مع زوجك برج العقرب، في مشاكل في بيتك مع زوجتك أو مع زوجك. ياريت نحاول نلم الأمور. بص يا برج العقرب، انت في حاجة مستنيها ومفتاحها انت مش لاقيه، يعني موضوع شغل، موضوع سفر، موضوع زواج للي مش متجوز او مش متجوزة. في مفتاح، وانت مفتاح للموضوع ده نفسه، بس انت هتغلب شوية، هتتعب شوية لحد ما تلاقي المفتاح اللي تعرف تحل بيه الموضوع ده يا برج العقرب. بسم الله بسم الله بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. حبايبي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتكتبوا لي في الكومنتات، كومنتاتكم بتفرحني جدا جدا جدا. وهسيب لكم رقم الواتساب للقراءات الخاصة وتفسير الأحلام كمان، اللي محتاج أي حاجة يخش يكلمني على الواتساب للقراءات الخاصة لتفسير الأحلام وقراءة الفنجان، وأنا تحت أمركم في أي وقت. برج العقرب، فنجانك شوية حلو وشوية وحش النهاردة، ان شاء الله نعوضه في القرايه الجايه. وحاول يا برج العقرب زي ما قلت لك، شوف الطفل الحزين مين الست الكبيره اللي عندك في البيت او بتخش لك باستمرار، هو خايف منها ومرهوب منها. حاول يا برج العقرب تقرب من اطفالك شويه. انت في موضوع انت مستنيه عن قريب، في فرج ليك ان شاء الله، بس المفتاح للموضوع ده انت هتغلب، يعني هتتعب شوية عقبال ما تلاقي المفتاح دوت. وان شاء الله ربنا يرزقك من وسع يا برج العقرب. واشوفكم على الف خير في القراءة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم قناة سدرة.